وآل محمد. هذا المسجد بيت من؟ بيت جابر ابن عبد الله ابن جبير الأنصاري، أبوياه هو آمر تلة الرماة الشهيد عبد الله بن جبير. هاي وحده. جابر، هذا جابر يا جابر، هو هذا بيته، هذا بيت جابر. طبعا معركة أحد، غزوة الخندق. غزوة الخندق لين تصادفت؟ صادفت بشهر شوال، وكان برد، وكان عليهم حصار وجوع، ومثل ما تقولون كانوا يحفرون بالخندق. الخندق هذا جبل سلاع، حفروا الخندق من حرة الوبرة إلى حرة بني الحارثة، هسه كنا في مسجد بني الحارثة، حفروا هذا الخندق. من حفروا الخندق الجماعة، طبعا هي نهاية شهر رمضان بداية شوال، الجماعة طاقهم الجوع ومنتهين، ورسول الله صلى الله عليه وآله حاط له حجرة على بطنه وشادها بطابوقه، اللهم صل على محمد وآله، وشادها بطابوقه من الجوع رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء جابر ابن عبد الله الأنصاري، قال له يا أمرته، قالت له يا أبي أنت اعزم رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندنا جد صغيرون، وجيب له اثنين، يجيب له اثنين وياه، نسوي لهم فطير، نسوي لهم غداء مثل ما تقول. بنهاية شهر رمضان هو صار الحادثة صارت. قال له تم. رسول الله صلى الله عليه وآله وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بالخندق، الصاح يا أهل الخندق اجيبوا دعوة جابر، يا أهل الخندق اجيبوا دعوة جابر. جابر اجى شارد البيت، قال لحقي لي ام عبد الله، ام عبد الله لحقي لي. قالت له ها، قالها رسول الله عزم الخندق كله، حشم الوادي، تعال واحنا عند هذا الجدي شلون بينا. المهم الخندق ايش قد هم يحفرون به؟ 3000. ذاك اليوم قيل 700 800 نفر الموجودين بالخندق يحفرون، جواعه طاقهم الجوع، وهذا بالبرد يراد له طاقه حراريه يراد له. المهم ما طول لكم السالفه، اجاها قالت له انت علمت رسول الله؟ طلعت ام جابر شاطره، شلون ام ايوب الانصاري ضمت الرحل مال رسول الله. قالت له انت علمت رسول الله؟ قالت له خلاص رسول الله هو اعرف بالامور، انت اسكت. قال وين جابر؟ قال له نعم. قال له تعال. قال جيبوا لي الزاد، روحوا طبخوه، بالفصحى يسمونه ايدام، المرقه يسمونها ايدام. والعجينه عجينه شعير، طبعا شعيرات طحنوهن مثل ما تقول، ما بيهن شنكتين على قولة الحجيات. قال له خليهن من تريد تكمل انا اجيهن. اجى رسول الله صلى الله عليه واله، قرع على المرقه على الايدام وقرع على العجينه. قال له شوف الخبازات كلهن جيبهن بالمنطقه، هاي منطقه بيوت تعرفون بساتين وبيوت خوش. وقال له المرقه لا تجيسه، من تريد الصب انا اكون يمك. المهم صبوا، جابوا الصينيه ودقن الخبازات خبزا، من خبزا الخبازات العجين على حطته، اللهم صل على محمد. ثردوا قال له هات الذراع يا جابر. رسول الله يقول له صلى الله عليه وآله ناوش الذراع، حطه. قال يلا 10 يفوتون. فاتوا ال10 دقوا بالخمسه، لما شبعوا وفي الحياه طلعوا هوش، اجوا 10 غيرهم واجوا 10 غيرهم. قال له هات الذراع يا جابر، اعطاه الذراع. وهم دقوا الجماعه بالخمسه. قال له هات الذراع يا جابر. قال له شنو يا رسول الله؟ غير ذراعين بالطريق، هذا بالجدي. من الجد الثالث؟ قال له والله ساكت يا جابر، لو ساكت لزادت الأذرعة. تالي الجماعة هذا اللي بالخندق 700 800 كلهم كلوا، وزاد اللهم صل على محمد وآله، وزاد المرق، وزاد الإيدام، زاد وزاد الخبز. قال تعال ودوا لآل فلان سهم، وهذا الخبز صفطة مال الخبز ودوا لآل فلان، ودوا للأيتام، ودوا لفلان. تالي وزع على المنطقة كلها فوق ما يشبعوا الجماعة. هذه معجزة تكثير الطعام في وادي بني حرام. هذا المكان هنا بيت عبد الله
ابن جابر الأنصاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.